السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لكل الناس اللي فازت في قرعة التجمعات التنموية، وربنا يكتب الخير لكل الناس اللي لسه مستنية. النهاردة مش هنتكلم عن أرقام ولا إجراءات. النهاردة هحكي لكم حكاية بسيطة لكنها بتقول كتير، وهتعرفنا أهمية التجمعات التنموية. وأنا قاعد مع واحد من الناس الطيبة، الأستاذ إبراهيم فتحي، قال لي إن والده كان من أول الناس اللي راحوا طور سيناء وبنوا أول مبنى هناك. بدأ يحكي لي وقال لي إنهم انطلقوا من الإسماعيلية في مهمة رسمية تبع شركة المقاولين العرب. كانوا رايحين يشوفوا المكان اللي هيبدأوا فيه شغلهم. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا شرم الشيخ واستقروا هناك. لكن فجأة طلع عليهم رجل من أهل المكان، شيخ قبيلة، وسألهم: انتوا مين وجايين ليه؟ قالوا له: جايين نبني في مكان اسمه القرنتين. قال لهم: لا، انتوا هترجعوا 80 كيلو. وصف لهم المكان وقال لهم: من هناك هتبدأ رحلتكم. القرنطينة ده كان محجر صحي اتبنى سنة 1855 في عهد سعيد باشا في منطقة الطور، عشان يكون محطة حجر صحي للحجاج قبل ما يركبوا البحر، خصوصا بعد انتشار وباء الكوليرا في العالم. وفعلا رجعوا وبدأوا من هناك. الدولة كانت بعتهم عشان يبنوا مركز شرطة ومباني خدمية ورصوف الطرق. ومن اللحظة دي بدأت طور سيناء سنة 1979. ما كانش فيه مية، لكن في ظرف 48 ساعة البير اتدق والمية طلعت وكل حاجة اتجهزت. تخيل معايا، مدينة الطور اللي شايفينها دلوقتي بكل جمالها عمرها بس 45 سنة، وشرم الشيخ عمرها 35 سنة. الدولة عملت طفرة، بدأت من نقطة ووسعت دايرة الحياة. النهاردة احنا في بداية نفس الدايرة. الدولة زرعت 17 بذرة اسمها التجمعات التنموية، بس المرة دي الدولة بنت لنا بيت على مساحة 200 متر وادتنا الأرض ودقت لنا البير، يعني وفرت علينا مشوار كبير. اللي باقي إننا نكمل الرحلة، نسقي البذرة اللي اتزرعت ونرعاها لحد ما تبقى شجرة وتطرح خير وتضلل حوالينا. يمكن بعد 30 سنة ناس تانية تقعد في نفس المكان وتحكي عنه، زي ما الأستاذ إبراهيم حكى عن والده. التجمعات التنموية هي مفهوم جديد لم يحدث من قبل، وتجربة وليدة لم تحدث قبل الآن. لا تدع البعض يرهبك أو يقلل من شأن المشروع عشان تبيعه برخص التراب. ويكفي إنك تعرف إن المبلغ اللي هتاخده في أرضك مش هيكون له قوة شراء أوضة في شقة ولا تمن عربية متهالكة. انتبه يا صديقي، رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.